السلام عليكم مشاهدين ديالي كي دايرين لاباس عليكم كنتمنى تكونوا كاملين ملاح وبخير وعلى خير. وهكا المشاهدين ديالي اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الكرواسون اللي يكون خفيف وديال المنزل كما راكم تشوفوا. هنايا صاوبته غير بعجينه تاع المسمن وغادي تشوفوا معايا الطريقه والمقادير وغادي يعجبكم ان شاء الله وكنتمنى تجربوه ودعموني وديروا لي لايك وابوني واللي ما اشتركش في القناه يشترك. وهكا المشاهدين كيجي زوين بزاف. انا هنا بغيت ندير له واحد التزيين خفيف كما راكم تشوفوا. هنا زينته بشويه ديال الكاوكاو وشويه ديال العسل وكيجي روعه ما شاء الله وكيجي زوين بزاف اقتصادي وديال المنزل. هكا الوليدات تحتاجوه للمدرسه. وهكا المشاهدين ديالي كنتمنى يعجبكم وتجربوا هاد الوصفه ديال اليوم راها اقتصاديه وراها زوينه بزاف. وهكا المشاهدين ديالي غادي نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. مشاهدين ديالي غادي نبدا لكم بسم الله على بركه الله. هنا كما قلت لكم عندي 2 كيسان ديال الماء ونص بركه العنبه يكونوا شويه دافيين. وعندي واحد 4 كاس ديال الزيت. وعندي الخماره ديال العجين كما قلت لكم بغات تكون حبوب او معجونه مهم نديرو مغرفه كبيره. هنا عندي واحد القبيصه ديال الملحه. هنا عندي واحد السكر فاني. وهنا عندي سكر سنيده يكون داك النوع الرقيق. غادي ندير واحد 5 ديال المغرفات. 3 4 يعني 5 يكونوا مقبين. وغادي نخلط هاد المكونات مع بعضها حتى تنسجم مع الزيت مع الماء مع الخماره. وهنايا عندي الفرينه كما راكم تشوفوا وعندي خماره حمراء. الفرينه غادي نضيف هنايا نعبره 7 ديال الكيسان وغادي نخلط ونشوف شحال درت مكاس وشحال شاط. 7 ديال الكيسان بعبار كاس العنبه. هادشي ساهله وفي نفس الوقت تجي عجينه ديال المسمن. الدقيق غادي نبقاو نضيفو شويه بشويه حتى نشوفو النوع العجينه كيف يجينا داير.
وعلى حسب النوعيه ديال الدقيق اللي يكون عندكم. كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين الدقيق اللي ما كيشربش. وهنا كما راكم تشوفوا هذه هي القوام ديال العجينه ديالنا. هكا بركه عليها. هانتوما شحال تشوفوا شحال شاط لي ديال الدقيق. شاط لي قريب واحد جوج مغرفات، جوج مغرفات كبار من 7 ديال الكيسان. وهكا غادي ندلكوها شويه، غادي نحطها في سطح العمل. راكم تشوفوا القوام ديال العجينه. غادي نديو فيها شويه ونجيبو ندلكوها مزيان باش تجينا ممرقه كما ندلكو المسمن. غير هكا بشويه. وهنايا غادي ندهن هاد الاناء بشويه ديال الزيت. غادي نقطعهم كويرات صغار. يكونوا متساويين. يكونوا قد قد. وهكا ملي قطعتهم على هذا الشكل هذا غادي نغطي عليهم بواحد البلاستيكه بلا ما ذوبت الزبده. وغادي نرجع معكم. ما نخليوهمش حتى يخمروا، غير شويه بلا ما ذوبنا الزبده ونولي معكم. وهنايا انا ذوبت شويه ديال الزبده وخلطتها مع شويه ديال الزيت كما راكم تشوفوا. وهنايا ملي ارتاحت العجينه ديالنا واحد شويه غادي ندهن سطح العمل بالزيت. غادي نحاول نسرح المسمنات ديالنا.
نسرحوهم على شكل مسمن. نحاول نربعها، نديرها مربعة باش تجينا طوية، هي هذيك. وغادي ندهن شويه ديال الزيت والزبده هكا في الوسط على هذا الشكل هذا. نحاول نجمعها. حيت فيها الخميره ما غاديش تجمع لكم مزيان، ثبتوها هنايا هكا باش ما تبقاش تهرب. هكا وغادي نخليها ترتاح كما قلت لكم، ثبتوها مزيان. نعاود معكم واحده اخرى كما كنتم تشوفوا. نكمل الكميه اللي عندي ونولي معكم. وهذه هي الحبه التاليه كما راكم تشوفوا معايا. ملي سرحت الكميه كامله هانتوما كتشوفوا كامله سرحناها، بقات لي هاد الحبه هي التاليه حتى هي غادي نسرحها على شكل مسمن كما قلت لكم. غادي تورق مزيان وغادي ندهنوها غير بالزبده في الوسط. نربعوها هكا على هاد الشكل هكا باش تجينا الخدمه. وهنايا المشاهدين ديالي ملي ارتاحوا العجينات ديالنا كما هكا على هذا الشكل، خليناهم يرتاحوا شويه. ودرك غادي نحاولوا نسرحوها على شكل مسمن ونقادوها باش ما تجيناش واحد الجهه تكون فايته الجهه، خاصها تجي قد قد هكا. نقادوها غير بلاتي، حنا نقادو وحنا نسرحوا فيها هكا ونربعوها على شكل مسمنه.
هكا على هاد الشكل. ما نطلقوهاش كاع بزاف ولكن شويه. هنا عندي الشيكولا ديك المربعات نتاع كرواسه، وغادي نحاول نستفها. هكا وغادي نحاول نقطع. وهاد الجنيبات ضروري حتى هما نحيدهم باش تجينا مقاده، بصح ما غاديش نرميهم كنتوما كتشوفوا. غادي نسرحهم ونديرهم هنا غير في الوسط حتى حاجه ما تضيع. هكا ونحاول نجمع على هذا الشكل. هكا الله اكبر الحق. هكا غادي نعاود معكم واحد الحبه اخرى. نقادوها مزيان. نحاولوا نخدموها في الساعه، ما نخليوهاش تخمر معانا باش تجينا زوينه. نحيدو هاد الجنيبات. راها سهله، يمكن اي وحده تخدمها. راها سهله بعجينه ديال المسمن، ما راهيش صعيبه ولا فيها مجهود كبير ولا تستاهل التوراق. نحاولوا نجمعوا هكا على هذا الشكل. بالنسبه للبز كيبغي هاد الشكلاط، ما فيها باس لا كترنا. نحاول نضغط عليها واحد شويه هكا. وهكا ملي غادي تختمر غادي تزيد تطلع تولي شويه الحجم ديالها يتضاعف. هكا المشاهدين ديالي. نضغطوا عليها واحد شويه هكا هانتوما كتشوفوا. وهنايا المشاهدين ديالي انا ساليت هاد الكميه كامله كما راكم تشوفوا. هنا غادي نخليها تختمر واحد شويه وندهنها باصفر بيضه واحد شويه ديال الحليب ونسكافي، وغادي ندهنها مزيان وندخلها الفران طيب ونولي معكم. المشاهدين ديالي ملي اختمروا ولاو على هذا الشكل هذا، انا هنايا ذوبت واحد صفر بيضه واحد شويه ديال النسكافي مع الحليب، وهكا غادي نزين بها الوجه ديال الكرواسون. ما نحاولوش نضغطوا عليها غير من الفوق هكا. نزينوها كامله مع الجناب.
وندخلها الفران طيب. نكونوا مسخنين الفران من قبل باش غنحطوها دغيا تطلع. هي تبغي الحمان، من بعدها نقصوا لها ونخليوها طيب على واحد النار مهيله باش ما تحرقش لينا وتجي مجمره. وهكا المشاهدين ديالي، هذا هو الشكل النهائي ديال الكرواسو ديالنا ديال اليوم. كما راكم تشوفوا جات روعه وجات طايبه ومفشفشه كما راكم تشوفوا وخفيفه. غادي نقسم معاكم واحد الحبيبه وتشوفوا. راه باقا سخونه ما صبرتش عليها، هانتوما كتشوفوا. نخليها حتى تبرد، هي باقا سخونه. المهم المشاهدين ديالي جات خفيفه وظريفه بزاف، وكنتمنى تعجبكم ودعموني. وباي باي عليكم حتى الفيديو واحد اخر ان شاء الله.